مساء الخير على حضراتكم أيها السادات والسادة، نحن معكم في تمام الخامسة من كل يوم، ومعكم اليوم في 7 دقائق من أخبارنا النهاردة. أيها السادات والسادة، احنا بنتكلم عن حريق في المحلة. هذا الحريق تحديدا يعني خلف 11 حالة وفاة و32 حالة إصابة، ويعني حريق بهذا القدر يعني لقى اهتمام القيادة السياسية والعديد من الوزارات المعنية وكذلك المحافظة. لكن اللفت في النظر بأن من حالات الوفاة استشهاد يعني طالب يعني من البحرية أثناء الحريق، وكذلك يعني هناك استشهاد بطل للتايكوندو اسمه محمد مدحت، وذلك في هذا الحريق. أيها السادة والسادة، يعني هناك أخبار محلية عديدة لدينا في هذا اليوم، ومنها افتتاح خط إنتاج جديد للMSV، وهو يعني خط إنتاج للأتوبيسات المصرية الكهربائية في محافظة الشرقية بمعدل 1200 يعني شاحنة في كل عام. والتصريحات الرسمية بتتكلم على إن احنا بحلول عام 26 هنتكلم العام القادم إن شاء الله هيكون عندنا سيارات كيا تحمل شعار صنع في مصر. ده يعني فيما يخص التصنيع. يعني الجزء الاولاني بنتكلم على يعني صادرات مصريه وصلت العام الماضي الى 45 مليار دولار، ويعني الامل يحدون بارتفاع هذه الاسعار فيما هو قادم. ايها السادة والساده، يعني هناك اخبار متداوله ايضا في مصر عن تعيينات ال100 المعينين من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس الشيوخ، واسماء بتتردد لما شافوا امبارح ياسر جلال وهو بيعمل فيش وتشبيه في اسم الهرم، فقالوا بيسالوا الراجل بتعملوا لايه، فقال لهم لمجلس الشيوخ. وكمان الخبر المتداول عن ان نقيب المهن التمثيليه السيد اشرف زكي ايضا اعلن يعني تنحيه عن المنصب، وبالتالي ربما يكون الاثنين دول من المرشحين ان هم يكونوا اعضاء لمجلس الشيوخ في المجموعه المعينه، واحنا ننتظر هذه الاسماء عشان نقول لها مبروك. ايها السادة والساده، الشأن العربي الإقليمي بعد ما حصل التحالف الباكستاني أو السعودي الباكستاني، هناك وفق بيان وزارة الخارجية المصرية عندنا تحالف أيضا مصري باكستاني، بنتكلم عن التحالفات دي عشان درءا للمخاطر الإقليمية اللي يمكن أن تحاك بالعديد من الدول، وكمان عشان يكون هناك ما يطلق عليه اللحمة في ما يخص تهديد الدول أو ما قد يهددها من حين إلى آخر. يا سادة والسادة، لا زال ايضا ترامبولا بيبهرنا يوم بعد يوم، وكمان في اجتماع مع اردوغان بيقول ايه، يعني انا رئيس دولة امريكا مع رئيس الدولة التركي بيتكلموا، فبيقول له اردوغان، يعني ترامب بيقول لاردوغان، بيقول له انت استاذ في تزوير الانتخابات، وهو قاعد جنبه. فطبعا دي من الحاجات اللي بتبهرنا كل شويه. وهتلاقوا كمان فيما يخص الاهتمام العربي او الدولي بالقضيه الفلسطينيه، هتلاقوا حاجات جميله قوي، منها ان الرئيس الكولومبي بيعلن ان هناك عدد كبير من الدول اعلنت على ان او ابدت استعدادها تحديدا للاشتراك في تحرير فلسطين، وده قال تحديدا بان ده يعد تحرير للانسانيه. بعد ما يعني شفنا امبارح واول امبارح ان الاشاره في نيويورك وقفت يعني ماكرون الرئيس الفرنسي، وقفت اردوغان الرئيس التركي، امبارح ايضا وقفت الاشاره او وقف الاشاره رئيس كوريا الجنوبيه عشان يعدي الشارع في نيويورك، قالوا له اقف عشان سياده رئيس امريكا او رئيس العالم معدي من هنا. كمان هتلاقوا من اخبارنا الدوليه، احنا بنتكلم عن السوشيال ميديا واهتماماتها، لكن ايه علاقه ده بالسياسه؟ هتلاقوا ان ترامب امبارح وقع صفقه مع الرئيس الصيني، مع الصين، انه عايز يستحوذ، وبالفعل استحوذ على التيك توك. ترامب اخذ التيك توك عالميا بكام؟ 14 مليار دولار. ده حسم الصفقه بالفعل واعلن عنها. تعالوا نشوف العالم بيتعامل مع القضيه الفلسطينيه ازاي. هتلاقوا مثلا اسبانيا الغت للمره الثالثه صفقه اسرائيليه لشراء السلاح. هتلاقوا ان ناقلات النفط الاسرائيليه ما قدرتش يعني او طردت من موانئ ايطاليا، وهي كانت تحمل تقريبا 30,000 طن من المواد البتروليه. هتلاقوا ان اسبانيا بتحذر اسرائيل، لو اسرائيل قدمت او هددت الاسطول الانقاذ غزه او الاسطول الحريه او اسطول ما يطلق عليه اسطول الصمود، هيقابل برد عنيف منين؟ من اسبانيا. ايها السادة والساده، بعد ما ايران اتضربت سعت ايضا لمفاعلات نوويه
4 بالتوافق مع روسيا. ده قد يكون منطقي وده تم بالامس. لكن اللي انا شايفه غريب ان اثيوبيا ايضا سعت لبناء محطه نوويه فين؟ في شرق افريقيا. يعني بنتكلم ايضا في ان اثيوبيا، ده بيقول انه موضوع السد على ما يبدو انه طلع فنكوش، واثيوبيا بتسعى عليه محطه نوويه، وده بالاتفاق مع الجانب الروسي. ايها السادات والساده، حكم ب5 سنوات غير قابله للنقد. لمين؟ لرئيس فرنسا السابق ساركوزي. ساركوزي متهم بقضيه انه تلقى اموال من القذافي وترتب عليها انه اتحكم عليه امبارح ب5 سنين، وال5 سنين دول غير قابلين للنقد. يعني خلاص هيتسجن وهيحدد خلال ايام يقولوا له هنبدا سجنك كام. ساركوزي بنتكلم على فوق 70 سنه وهيتسجن 5 سنوات. تعالوا بقى بعد ما خدنا الجزئيه دي نتكلم عن اخبارنا الخفيفه، وفيها بنقول شعبة البن في مصر بتقول ايه؟ بتقول ان اسعار القهوه او اسعار البن ثابته يعني في مصر، رغم ان الاسعار ارتفعت عالميا بنسبه 50%. اشربوا بالهنا والشفا. هتلاقوا كمان ان عندنا مصريا انخفاض في واردات القمح غير مسبوق. يعني مكان يعني الارقام اللي بتتكلم عن انخفاض ما نستورده من القمح بطريقه لافتة للنظر وغير مسبوقه في ذلك. كمان هتلاقوا بلاغ لنائب العام ضد مين بقى؟ ضد الراقصة دينا. دينا انشأت أكاديمية للرقص، لكن أنا ده فيما يخص بلاغ النائب العام، لكن احنا ممكن نعمل، أنا بقى وحضرتك ممكن نعمل بلاغ تاني لدينا. بتقول إيه بقى دينا؟ بتقول أنها تنصح البنات بالرقص بدلا من الأدوية النفسية. هو عايزة، هي بتخترع طريقة علاجية أخرى لتفريج أو تنفيس الهم لدى البنات والكبت اللي عندهم، ممكن يطلعوا طاقتهم في الرقص. هي دي طريقة يعني مستحدثة، يعني ممكن في الأبحاث بعد ذلك تثبتها أو ترجعها أو تعيدها نسبة إلى دينا الراقصة في أبحاثها في الفن أو في الرقص الطبي الشهير. أيها السادات والسادة، ختاما، بعد 4 سنين من محاولات التكاثر الفاشلة، حديقة الحيوان بالجيزة تكتشف ان الضبعين اللي كانت منتظرة ان هم يخلفوا طلعوا ذكور. للاسف الشديد احنا يعني وصلنا للطب البيطري لم ينجح بالكشف عن ان الزوجين من الضباع الموجوده في حديقه الحيوان ذكور، وكانوا مستنيين ان هم يخلفوا بالسلامه. ايها السادات والساده، دي اخبارنا النهارده، سواء كانت يعني شان مصري بحريق وشان اقتصادي واقليمي وعربي فني رياضي. ايها السادات والساده، في كل يوم هتلاقوا معانا 7 دقائق من الاخبار الخفيفه والطريفه والظريفه. دمتم بخير والى اللقاء.